10 سنين في المجال النفسي، عنده ويب سايت خاص بيه، العملاء بتاعته بتخش تحجز من خلاله، ورغم ذلك لسه ما عندوش سوشيال ميديا. والناس بتسأله انت ليه ما عندكش سوشيال ميديا لحد النهارده؟ ولا صفحة على الفيسبوك ولا حساب على التيك توك، ومجرد ان اعلاناتك بتظهر من خلال البحث في جوجل. هل الموقع الشخصي او الموقع الخاص بالمعالج النفسي اللي بيتم من خلاله حجز الجلسات كفايه، ولا ضروري يكون عندي صفحه سوشيال ميديا؟ خليني اقول لك ليه انت مطلوب منك يكون الاتنين موجودين. الموقع الشخصي ده عامل زي بيتك بتاعك اونلاين، عليه كل المعلومات عنك وعن الخدمات اللي انت بتقدمها، بيظهر في جوجل لما حد يدور باسمك، وفي نفس الوقت بيعزز مصداقيتك مع الناس والعملاء اللي حابين ان هم يستفيدوا من خدماتك، ومناسب لان انت تحط عليه مقالات وشهادات وتحط عليه خدمه كمان الحجز اونلاين. لكن مشكلته ان ما فيهوش تفاعل مباشر مع الجمهور والناس بتاعتك. اما بقى صفحات السوشيال ميديا عامله زي القهوه اللي الناس بتقابلك فيها كل يوم، بيتفاعلوا معاك وبيسالوك اسئله، فبتنشر فيها محتوى بشكل منتظم توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، والجمهور الموضوع بيبقى سهل عليه انه يتابعك ويتفاعل معاك بشكل يومي. لكن مشكلتها الوحيده ان مش كل الناس بتثق في المعلومات اللي على السوشيال ميديا بسهوله. طب الحل ايه؟ لو عايز تبني براند قوي يكون عندك الاتنين مع بعض، موقع شخصي وده المكان الرسمي اللي من خلاله الناس بتحجز الجلسات وبتعرض انت فيه خدماتك، وفي نفس الوقت تستخدم السوشيال ميديا كأداة بتتفاعل بيها مع الجمهور بتاعك اللي مهتم بيك، وتربط ما بين الاتنين عن طريق انك تحط لينك موقعك في السوشيال ميديا والروابط بتاعت صفحاتك على الموقع. هيجي بعد كده بقى سؤال، طب ايه احسن منصة ابدأ عليها؟ لو انت عايز تشتغل على الفيسبوك فالفيسبوك هيكون الافضل لو انت بتعمل كوميونتي خاص بمجموعات دعم معينة وحابب تشارك محتوى تعليم. اما لو انت حابب تستخدم الانستجرام فعايز اقول لك ان هو بيعتمد على المحتوى البصري، فلازم تكون عندك سنة ان انت بتقدر تتصرف في شوية صور وفيديوهات قصيرة وبتقدر تشتغل عليها. لينكدين لو انت عايز تستهدف شركات او اخصائيين نفسيين زملاتك يعني في المجال. انما التيك توك لو انت عايز توصل لجمهور اكبر بطريقة بسيطة ومرحة شوية. نصيحتي ليك ابدأ بواحدة او اتنين وركز عليهم، وما تشتتش نفسك في الاول ما بين كل المنصات دي. من الاخر الوجود الرقمي بتاعك لازم يكون متكامل، ولا موقع لوحده كفايه لانه ما فيهوش تفاعل، ولا السوشيال ميديا لوحدها كفايه لان ما فيهاش مصداقيه. فالحل اجمع بين الاتنين بطريقه تخليك اكتر احترافيه في تقديم خدمتك.